أود التحدث عن زراعة الكل والتي نسميها زراعة الكل، وهذا يتمثل في شكلين: زراعة الكل من متبرع حي قريب، وزراعة الأعضاء من متبرع متوسن. كلاهما له العديد من المزايا. لذلك بشكل عام عندما يكون المريض شابا، مثل أن يكون لديك متلقي شاب في الفئة العمرية من 18 إلى 60 أو 65 عاما، فإن زراعة الكلى تقدم. إنها الخيار الأفضل لمثل هؤلاء المرضى الذين يعانون من مرض الكلى في مراحله النهائية والذي نسميه الريسكاريد. نحن بحاجة إلى متبرعين لهذا الغرض، ونتبع القواعد العامة لنقل الدم، مثل توافق فصيلة الدم الذي يعتبر مهما جدا. ثم نقوم بإجراء عدة اختبارات للتأكد من أن المتبرع آمن والمستلم آمن. لا نأخذ المخاطر مع المتبرع. بشكل عام، نتائج زراعة الكلى من متبرع حي قريب جيدة: بقاء الطعم لمدة سنة وبقاء المريض لمدة سنة حوالي 95%، وبقاء الطعم لمدة 5 سنوات وبقاء المريض لمدة 5 سنوات في التسعينات. لذلك تكون النتائج جيدة جدا عندما يتم إجراؤها بطريقة دقيقة للغاية. كما أن عوامل المتبرع تلعب دورا، يجب علينا اختيار المتبرع بعناية. من المثالي أن يكونوا أقارب، ويجب أن يكون هناك توافق في فصيلة الدم. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدة عوامل، وهذا يتجاوز نطاق هذه المحاضرة، فهو تمرين دقيق للغاية. علينا أن نكون حذرين جدا في اختيار المتبرع. التبرع بالأعضاء من متبرع متوفى هو خيار جيد جدا، وهو مخصص لأولئك المرضى الذين لا يملكون متبرعين أحياء لأسباب معينة. لذلك هذا مناسب. وهنا مرة أخرى ننظر إلى العوامل المختلفة المتعلقة بالمتبرع. وقت نقص التروية هو أحد أهم العوامل. كانت أطروحتي حول متغيرات المتبرعين بالأعضاء المتوفين. لذلك وقت نقص التروية، كلما كان الزرع أسرع، كلما كان حصاد الكلى شرطة أو العضو المقصود مزروعا، يجب أن تكون النتيجة أفضل. هنا ننظر إلى توافق فصيلة الدم والتطابق المتقاطع، ما نسميه التطابق المتقاطع CDC. النتائج جيدة إلى حد ما، في الواقع أفضل من خيار الغسيل الكلوي، ولكن لديهم نسبة بقاء على قيد الحياة للزرع والمرضى تتراوح بين 90 إلى 95% لمدة عام واحد. لذلك هذا جيد بنفس القدر. نحن سعداء جدا لرؤية أن العديد من مرضانا المستفيدين يحققون نتائج جيدة أيضا في قائمة المتبرعين بالأعضاء المتوفين. لذلك إنها وسيلة مهمة